سوق الضمير بدرب كبير المعروف عند عامة الناس بسوق حادة تدحرج ملفه كما تتدحرج الكرة. في بداية الأمر كان تابعا لجماعة بوشنتوف، لكن بعد التقسيم الإداري أصبح تحت نفوذ جماعة الدرسية، ثم عاد إلى جماعة بوشنتوف، واليوم تابع إداري إلى جماعة مر السلطان. التجار أدوا ما تم الاتفاق عليه مع سلطات الدار البيضاء في بداية التسعينات، لكن شيء من هذا لم يتحقق. دفعنا 6500 وبقات 2500 حتى نشدوا المحل ندخلوا المحل. من هذاك العهد هذاك ما كاين حتى حاجه، السوق تحبس، احنا ما بقينا حبسنا على والو، جميع الابواب دقيناها. وخذوا تواصيل قانونيه من طرف القبضه ديال الجامعه الحضريه الفداء. في هذاك التاريخ جاء ذاك المهندس بدا هذاك العمل هنايا، ولكن جاء السيد الولي قال له الاتفاق اللي اتفقت معكم ماشي هو هذا، بغينا 4 متر على 3 لكل محل، هذا البلان اللي درتو هذا ماشي هو هذا. خلال الأسابيع الماضية فوجئ التجار بإطلاق أشغال إنجاز الملعب المحاذي للسوق، ما أشعل غضب التجار الذين انتظروا أن تشيد دكاكينهم في هذا المكان بالذات. فيا ترى لماذا لم يفرج عن هذا الملف؟ غير هو المشكل اللي كان واقع هذا العام بان كان اشكال كبير في مجلس المدينه، كانت مشاكل كتشوف بان السنه كلها داز وحتى حاجه ما داز، حتى مشروع ما خرج، والمشروع دابا حاليا ديال ذاك السوق راه كاين. المشكل اللي كيبغى نبقاو ديما نعيشوه هو العدد ديال كيفاش وصل هذا العدد ديال التجار اللي وصل لهذا العدد، كيف كان 40 50 حتى ولا 400. حسب جمعية التجار فالعدد تم حصره في 296 تاجرا، ومنذ تحويل السوق اختلطت الأمور على المجالس المتعاقبة والسلطات المحلية، ما جعل الأمور تزداد تعقيدا. هذه الحلول وهو يجب هاد الإخوان ديال السوق يتهيكلوا في إطار واحد الجمعية باش يكون مخاطب واحد ويكون نقاش مسؤول، إضافة إلى وضع هذا الملف طاولة النقاش سواء في رئيس المجلس المقاطعة أو لا مجلس المدينة، وإخراجه كذلك من وثائق التعمير باش يعطوا رخصه ديال الطبقين، لان الوعاء العقاري الان ما كيسمحش للاستفاده ديال هذا العدد الهائل اللي ولا كثير ديال التجار. يعني الكل يستافد. فإلى متى ستتخلص مدينة الدار البيضاء من مثل هذه الأسواق العشوائية التي تشكل نقطة سوداء تفسد من جمالية أكبر مدينة في المغرب؟ فما يقتنيه الزبناء من مواد غذائية يفتقد إلى أبسط شروط النظافة. أما إذا أردت التسوق فما عليك إلا أن تكون حذرا من بطش المنحرفين والمتسكعين الذين يترددون على مثل هذه الأماكن.